بتبتدي حلقتنا مع مارينيت وآليا اللي كانوا بيزوروا المتحف اللي فيه تماثيل وصور لحراس الميراكلس عشان تسأل حد من الحراس اللي كانوا في الماضي إذا كان في حد منهم قدر يكون علاقة بين الدعسوقة والقط الأسود ولا لأ. لكن بتتكعبل مارينيت وبتخبط في الصورة اللي كانت في المتحف وبتقع فعلا الصورة على الأرض وبيكون في ظهرها جواب وبتاخده آليا وبتلاقيه جواب لأبو أليكس. وبيوصل أبو أليكس اللي بيسمع صوت الإنذار وبتديله آليا الجواب وبيفتحه بيلاقيه جواب من أليكس بعتله صور ليها وبتطمنه عليها وبيبعت لأصحابها كلهم وبيجمعهم وبيقرأ الجواب اللي بعتاه وبيوريهم الصور. وبيكون أخو أليكس متضايق جدا من باباه وبيقول له إزاي قدرت تخليها تمشي وتفضل مستخبية عبر الأزمان. فبيقول له أبوه إنها بتساعد الدعسوقة بعد ما مونارك حاول يسرق منها الميراكلس. وبيتخانقوا مع بعض وبيسيبه وبيمشي وبيروح باباه وراه عشان يهديه. لكن مارينيت بترجع تاني عشان تكلم حد من الحراس وبتستخدم دموع تيكي اللي اتحولت لميدالية تقدر تتواصل بيها مع الحراس القدامى. وأول ما بتحط الميدالية في الرمز اللي تحت التمثال بيظهر لها كل صور الحراس القدامى وبتوجهها تيكي على الرمز اللي هي محتاجاه وبتظهر لها فعلا دعسوقة من زمن بعيد وحارسها للميراكلس وبترحب بيها وبتشوفها آليا اللي بتلاقيها بتكلم نفسها لأنها ما تقدرش تشوف الحارسة. فبتسألها الأميرة إيه اللي خلاكي تستدعيني؟ في حرب لازم أنا اللي أوقفها ولا حاجة؟ ولا في هجوم تنين؟ فبتتكسف مارينيت وبتقول لها لا 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 أبدا مفيش أي حاجة من كل الكلام ده. فبتقول لها تيكي إن مارينيت زيك وقعت في حب القط الأسود وبتهرب من مشاعرها دايما. ومارينيت بتبقى مش عارفة تسكت تيكي إزاي وبتبقى مارينيت بتتنطط من كتر الكسوف والإحراج. والحارسة بتبقى مش مصدقة إنها استدعتها عشان قصة حب وبتأمرها تنهي اللقاء فورا. فبتترجاها مارينيت وبتقول لها إن تيكي قالت إنك وقعتي في حب القط الأسود زمان. فبترفض إنها تتكلم معاها وبتقول لها تركز على حماية الميراكلس ولازم تنهي اللقاء ده. وبنشوف أخو أليكس اللي طلع عينينا في المواسم اللي قبل كده والأكومة سيطرت عليه وخلته فرعون رجع تاني يغضب ويزعل عشان أخته سافرت عبر الأزمان وهو بيحبها جدا ومشتاق لها جدا. فالمرة دي هو اللي بيستدعي مونارك وبيقول له يوصل له بأي طريقة عشان يقدر يساعده ويديله ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود وهو يقدر يسترجع أخته تاني. وطبعا مونارك ما بيتأخرش في الحاجات دي خالص فبيسحب قوة كالكي وبيحولها لأكومة شريرة وبيبعتها لأخو أليكس وبيحوله لفرعون وبيكون معاه كتاب الحقيقة وبيسحب مونارك قوة ويلز وبيبعتها للفرعون اللي بيكون درع حماية حوالين الكتاب اللي فيه الميجا أكوما عشان محدش يقدر يدمره. وبتنتشر قوة الكتاب في المتحف كله وبيحبس كل الناس جواه وبيشوف إدريان اللي حصل فبيتحول بسرعة إدريان للقط الأسود وبتتحول للدعسوقة وبيظهر الكتاب لأبو أليكس وبيسأله إيه هو اسم ابنك؟ فبيقول الكتاب إن اسمه جليل. فبيقول له الكتاب إن الإجابة غلط هو دلوقتي بقى الفرعون توت عنخ آمون. وبيحبس أبو أليكس في الكتاب وبيسأل الكتاب القط الأسود على لون الحصان بتاع الملك هنري فبيجاوب إنه لونه كان رمادي. وبيتأكد الكتاب إن الإجابة صحيحة فبيفتح الباب للقط الأسود اللي بيخرج الناس بسرعة منه والقط الأسود بيدخل جوه المتحف. وبنشوف الدعسوقة اللي الكتاب بيسألها مين ملك فرنسا في سنة 1423 وما بتكونش الدعسوقة عارفة الإجابة وبتحاول هي وآليا يدوروا على الإنترنت لكن ما بيكونش فيه شبكة أصلا. فبتطلب الدعسوقة مساعدة الأميرة جون اللي بتعرفها إن ما كانش فيه ملك لفرنسا في السنة دي. وبتجاوب الدعسوقة فعلا على الكتاب وبيكون الإجابة صحيحة وبيفتح الباب وبتجري آليا عشان تستخبى. والدعسوقة بتقابل القط الأسود اللي كان هيستخدم القطاطية لكنها بتوقفه وبتشوفه الأميرة جون وبتقول لها هو ده بقى القط اللي بتحبيه؟ ده رفيع قوي. فبترد عليها الدعسوقة وبتقول لها هو رفيع بس حساس ورقيق. فبيسألها القط الأسود انت بتكلمي نفسك؟ فبتفهموا الدعسوقة انها بتكلم دعسوقة من زمن قديم لكن انت مش هتقدر تشوفها وهي كمان اللي ساعدتني عشان اجاوب على سؤال الكتاب. لكن بيكون السؤال المرة دي صعب جدا لان السؤال كان عن حالة الجو بعد 200 سنة واللي هيقدر يجاوب على السؤال ده هي اكيد بانكس وهو ده اللي هو عايزه مونارك. عايز الدعسوقة تستدعي بانكس عشان يقدر ياخد منها ميراكلس الأرنب ويقدر يتحكم بالزمن. فبتستخدم الدعسوقة تعويذة الحظ وبتنزل لها قلم وبتظهر لها الخطة وبتجري بسرعة تكتب رسالة لأليكس إنها عايزة تعرف حالة الطقس كمان 200 سنة وبتحطها ورا الصورة اللي كانت في المتحف اللي كانت سايبة الرسالة لباباها فيها. وبتشوفها أليكس فعلا تتحول لبانكس وبتدخل في البوابة وبتروح بالزمن بعد 200 سنة وبتعرف إن الجو هيكون ممطر وعاصف وفيه رياح كتيرة جدا وبترسم لها حالة الجو وبتحطها تحت التمثال القط زي ما الدعسوقة قالت لها. وفعلا بتلاقيه الدعسوقة وبتجاوب على السؤال وبيتأكد الكتاب إن الإجابة صحيحة وبيتعصب الفرعون جدا لكن الكتاب بيفتح البوابة
وبتحصل معركة ما بين الدعسوقة والفرعون توت عنخ آمون والقط الأسود، لكنهم بيشوفوا الكتاب اللي كان فيه الميجا أكوما. فبيستخدم القط الأسود القطاطية وبيدمر الدرع، وبترمي الدعسوقة اليويو عشان تدمر الكتاب، لكن توت عنخ آمون بيستخدم درع تاني وبيقدر يحمي بيه الكتاب. وبيمسك القط الأسود من إيديه وبيهدد الدعسوقة إنها تديله الحلق وإلا هياخد الخاتم بتاع القط الأسود ويظهر شخصيته. وبتقول لها الأميرة جون اعملي حاجة، انت ليه واقفة كده؟ فبتقول لها لا أنا بس بفكر لحظة واحدة. وبتقول الدعسوقة للفرعون انت عملت مشاكل كتيرة قوي عشان تثبت إن أنا شريرة، طب لو الكتاب بتاعك يعرف كل الحقيقة، طب إيه رأيك تسأل الكتاب مين فينا اللي الشرير؟ وبيقول لها أنا فعلا هسأله، وبيرمي القط الأسود على الأرض. وبيسأل الفرعون الكتاب إذا كانت الدعسوقة فعلا بطلة، وإذا كانت أليكس فعلا مشيت بمزاجها ولا لأ. وبيجاوب عليه الكتاب إن الإجابة صحيحة، وإن فعلا الدعسوقة بطلة حقيقية، وإن أليكس هي اللي مشيت بمزاجها. فبيتعصب الفرعون من مونارك وبيرفض قوة مونارك الشريرة، فبيتدمر الدرع وبتخرج الميجا أكوما من الكتاب وبتزيل الدعسوقة منها الشر. وبيرجع جليل لطبيعته تاني، وبترمي الدعسوقة القلم في السماء عشان كل حاجة ترجع لطبيعتها. وبيعتذر جليل للدعسوقة إنه شك فيها، وبيتأكد إن أخته هي اللي اختارت إنها تحمي الميراكلس، وبتديله رسالة من أليكس وبيفرح بيها جدا، وبيفرحوا هما التلاتة بنجاحهم سوا. وبنشوف الأميرة جون وهي بتودع مارينيت وبتقول لها انتي والقط الأسود أقوى وأذكى مننا، فأكيد هتعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله. فبتسألها مارينيت ايه اللي حصل، فبتقول لها إن في زماننا كان القط الأسود هو اللي كان بيحمي إنجلترا، وأمر الدوق بإخضاع فرنسا ليه، وفي الوقت ده اتكلفت بحماية الميراكلس، وبقيت أنا الدعسوقة، وبقينا في صراع وحروب دايما مع بعض لحد ما عرفنا إن الحكام ما يهمهمش الناس، وأهم حاجة عندهم سيطرة كل واحد على التاني. ووقعنا في حب بعض ورفضنا الحروب دي، وكنا عايزين الناس تعيش في سلام، لكن الحكام ما عجبهمش ده، وكنا هنموت لكن قدرنا نخدعهم ونهرب، وتنازلنا احنا الاتنين عن الميراكلس. لكنها بتكون ما تعرفش حاجة عن اللي حصل بعد ما سلمت الميراكلس. فبتنهي مارينيت اللقاء وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا أحلى الحلوين، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان اللي جاي أحلى بكتير. سلام.